بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف النبيين خاتم أنبياء الله والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين. فيديو جديد وكارثة جديدة من كوارث محافظة الدقهلية. أتمنى دعم الفيديو، شير ولايك جميل، تعليقكم الجميل يبقى كتر خيركم، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك عشان يوصلوا كل جديد. شارع السنترال مدينة المنصورة أو مركز المنصورة، مدينة ميت غمر، قرية المعصرة. حصل كارثة. والد زوج اتصل بوالد الزوجة وفاء عبد العزيز، قال له تعالى خد بنتك وولادها عشان احنا مش عايزينها. والد الزوج، مش الزوج اللي اتصل، والد الزوج. المهم الراجل قدام الناس كلها راح خد بنته بعد ما صلى العصر، وخد ولادها وراح رجع على البيت عادي جدا. ظل الزوج يتصل بحماه وحماه ما بيردش. المهم رد عليه قال له انت عايز ايه تاني؟ انتوا طردتوها وابوك اتصل بيا قال لي تعالى خد بنتك وولادها، خلاص احنا كده العيش اتقطع وانتوا عارفين شغل الفلاحين. هل يسكت الزوج؟ لا، ما سكتش. انتظر لحد الساعة 2 بالليل وراح ناحية بيت حماه وحماته، وهو ماشي سرق سلم من قدام أحد البيوت وراح حطها على بيت حماه، من اللي هو شفتوا انتوا المنور اللي بيبقى فوق كده في وش الباب أو فوق البوابة الرئيسية اللي يدخل على الشقة. طلع المنور ونط على السلم ونزل على الزوجة. الصوت تعالى بينه وبين مراته. حماه صحي وحماته صحيت على الصوت، فظل يباغتهم بطعنات، ماتوا في الحال. الحاج عبد العزيز والد وفاء 60 سنة وأمها 50 سنة والزوجة وفاء 32 سنة. قعد يطعن في وفاء عدة طعنات متفرقة في الجسم. تمام. ابن عمة وفاء ماشي رايح شغله بالليل، ففوجئ اتصل بأبوه قال له تعالى يا بابا الحقني، ده خالي ومرات خالي توفاهم الله. الراجل ما كذبش خبره وراح يجري، لقى الفاجعة قدامه. ما كان منهم إلا إن هم يجيبوا الولد والبنت الصغيرين، وولاد القاتل وولاد بنت عمتهم، ورجعوا على البيت. الدنيا اتقلبت. الحكومة جت في لمح البصر، اتقبض على القاتل اللي اعترف بجريمته كاملة، انه في خلافات بيني وبين مراتي. طيب ايا كان الخلافات ما توصلش انك تقتل 3 اشخاص. يعني انت متجوز من 6 سنين يا اخي، يا اما عشرة بمعروف او تسريح باحسان. ولكن في المحافظة دي بالذات كل القوانين والشرائع السماوية بتختلف. هناك لغة السلاح اللي بتتكلم. يعني في شهر 10 اللي فات في قاعة أفراح حصلت مشكلة بين 2 شباب، هوبا واحد راح ادى التاني طلقة في راسه توفاه الله، برضه في مركز ميت غمر. وكتير في مركز ميت غمر، لو قعدنا نعد مش هنعرف نحصر. ده مركز من ضمن مراكز محافظة الدقهلية. اللي يعني أنا بسأل نفسي سؤال، يعني احنا وصلنا لحد فين أو هنوصل لحد فين؟ يعني مش كفايانا كده بعد عن ربنا؟ مش كفايانا كده ذبح وكفايانا؟ يا أخي مش عاجباك طلقها يا أخي، طلقها يا أخي. ده حاليا القانون بيبيح للأخت المسيحية والأخ المسيحي إن هم يفترقوا. يعني زمان لما كان الأب يتخانق مع مراته قدامنا وإحنا صغيرين بيقول لها يا ست إحنا مش مكللين مع بعض، يعني سهل نتطلق، لأن الإخوة المسيحيين عندهم التكليل
وكده مفيش فرقة. لا، القانون دلوقتي بيسمح لهم بالفرقة. طب احنا مرتحناش. يا اخي اتق الله في حرمة الدم. ده قتل النفس اهون، هدم الكعبة عند الله اهون من قتل النفس. يعني هدم الكعبة، هدم بيت الله الحرام اهون عند ربك من قتل النفس، فما بالك بثلاث انفس. والدقهلية بالذات بسم الله ما شاء الله مشهورة، القاتل بياخد في سكته واحد واثنين وثلاثة واربعة. شفنا اللي قتل مراته وولاده، وشفنا اللي قتل حماه وحماته، وشفنا اللي قتل، وشفنا حتى الجريمة اللي هي من بره الدقهلية وبتتم في الدقهلية بتتم، زي قصة محمد عادل، فاكرينها انتوا؟ تمام. فأنا مش عارف في ايه، هنفضل لحد امتى بالكلام ده؟ مش عارف. طب هل ده غضب من ربنا؟ عشان احنا بعيد، احنا نسينا ربنا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللهم اصلح حالنا يا رب. قولوا لي رأيكم في اللي بيحصل ده ايه، ومستني تعليقاتكم الجميلة. اللي ما اشتركش في قناتنا يا ريت يشترك عشان يوصله كل جديد. دعم الفيديو إن أمكن يبقى كتر خيركم، اللايك والشير الجميل وتعليقاتكم اللي بتفيدنا دايما في التقدم لقدام. أستودعكم الحي القيوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.